حبايبي الحلوين، وضرب التليفون وقلت للتليفون ازاي الحال. ضحك التليفون وقال طولي بالك، اللي بيطول البال بيبقى عالي العال. وكان زمان ست عجوزة كان عندها دهب كتير خالص. في يوم من الايام 3 بنات اخوات قالوا نروح لست العجوزة ونجرب بختنا. البنت الكبيرة راحت قالت لست العجوزة اشتغل عندك وتديني ايه؟ ست العجوزة قالت لها شوفي يا بنتي، لو قدرتي واشتغلتي عندي وفضلتي عندي سنة هديلك كيس دهب. والبنت الكبيرة قالت اشتغل. ست العجوزة ادتها قدرة وقالت لها خدي القدرة وروحي البحيرة اغسليها ومليها وشيليها وهاتيها. البنت الكبيرة شالت القدرة، ياه القدرة تقيلة وهي فاضية، امال لما تبقى مليانة. والبنت راحت البحيرة غسلتها وملتها، ولما جت تشيلها ما قدرتش تشيلها. البنات عند البحيرة شالوا معاها القدرة حطوها على راسها، والبنت مشيت خطوة خطوة ودتها عند ست العجوزة وقالت لها الحقيني مد ايديكي معايا نزلي القدرة. ست العجوزة قالت لها مالك طولي بالك، انا بطحن الدقيق وايديا مش فاضية. البنت وقفت والقدرة على راسها، القدرة شيلة تقيلة وهي ست العجوزة طحنت الدقيق. البنت قالت لها الحقيني بقى مد ايديكي معايا نزلي القدرة. ست العجوزة قالت لها مالك طولي بالك، انا بعجن العجين وايديا مش فاضية. البنت مش قادرة تطول بالها خلاص، البنت رمت القدرة من على راسها وسابت العجوزة ورجعت تاني لاخواتها. تاني يوم راحت التانية قالت اروح لست العجوزة انا، والاخت التانية راحت للعجوزة. ست العجوزة عملت معاها زي ما عملت مع اختها، ولما البنت قالت لها مد ايديكي معايا نزلي القدرة، ست العجوزة قالت لها مالك طولي بالك، انا بطحن الدقيق وايديا مش فاضية. البنت شالت، والعجوزة بعد ما طحنت قالت مالك طولي بالك، انا بعجن العجين وايديا مش فاضية. البنت شالت، والعجوزة بعد ما عجنت قالت مالك طولي بالك، انا بخبز الرغيف وايديا مش فاضية. والبنت شالت، والعجوزة بعد ما خبزت قالت مالك طولي بالك، انا باكل الرغيف وايديا مش فاضية. والبنت شالت، والعجوزة بعد ما اكلت قالت دلوقتي بقى انزل القدرة. ادنتي يا بنتي قدرتي واشتغلتي وفضلتي عندي يوم، لكن يا ترى ايه اللي هيجرى بكرة؟ تاني يوم ست العجوزة ادت البنت قمحاية وقالت لها خدي القمحاية دي واعمليها رغيف اكل منه لغاية ما اشبع. البنت تسمع تستغرب. البنت قالت الست دي ايه، عبيطة ولا ايه؟ قمحاية واحدة اعملها رغيف؟ طب ازاي كده؟ والرغيف ده ان شاء الله هيبقى قد ايه، قد راس النملة؟ لا، الست دي مش هنفع افضل عندها. والبنت التانية هي التانية سابت العجوزة ورجعت تاني لاخواتها. الاخت الصغيرة قالت اروح لست العجوزة انا، والبنت الصغيرة راحت للعجوزة. ست العجوزة عملت معاها زي ما عملت مع اخواتها، البنت شايلة القدرة والعجوزة بتطحن الدقيق. البنت ما تكلمتش، العجوزة تقول لها هي بنتي ازاي الحال؟ البنت تقول لها مطولة بالي، واللي يطول البال بيبقى عالي العال. والبنت شايلة القدرة والعجوزة بتعجن العجين وبتخبز الرغيف وبتاكل الرغيف، وكل حبة بتسأل هي بنتي ازاي الحال؟ البنت تقول مطولة بالي، واللي يطول البال بيبقى عالي العال. والعجوزة بعد ما اكلت رغيفها قالت دلوقتي بقى امد ايديا وانزل القدرة. ادنتي يا بنتي قدرتي واشتغلتي وفضلتي عندي يوم، لكن يا ترى ايه اللي هيجرى بكرة؟ تاني يوم ست العجوزة ادت للبنت قمحاية وقالت لها خدي القمحاية دي واعمليها رغيف اكل منه لغاية ما اشبع. البنت الصغيرة تسمع ما تستغربش، لكن تاخد القمحاية وتمشي. البنت اخدت القمحاية زرعتها جوه الارض،
وكل شوية تطل عليها وتسقيها. طلع من القمحاية عود أخضر، والعود الأخضر بقى أصفر، والعود الأصفر طلع منه حبة قمح كتير. أخدتهم البنت، طحنتهم، عجنتهم، خبزتهم، وعملتهم رغيف أكلت منه العجوزة وشبعت. وفي الآخر ضحكت العجوزة للبنت الصغيرة وقالت لها: اشتغلتي وتعبتي، طولتي بالك وصبرتي، واللي بيطول باله يهنياله. ست العجوزة ادت البنت الصغيرة كيس مليان